مش هما بينسجموش مع بعض او مش منسجمين مع بعض قوي. غير كده ان في غيابات عندهم. خالد ابو شيخ نص الملعب لعيب زي حسن عبد الرب عندنا كده، لعيب معلم في نص الملعب بيقدر يوزع. طبعا ده هيغيب للانذارين. نفس الحكايه الجون المتواضع بتاعهم جدا جواوي من الحراس المتواضعين جدا هيغيب. يا ترى بقى الجون الاحتياطي هيبقى عامل ازاي؟ يعني اكيد هيبقى اقل منه ماتشين دوليين، بس هيبقى اقل منه بكتير في الامكانيات، وده ان شاء الله ده هيسهل مهمتنا. فكرويا احنا مهمتنا اقل بكتير، يعني احسن بكتير ومهمتنا سهله قوي كرويا. انما طبعا الكوره مش كل حاجه، في حاجه لا اسمها التوفيق. التوفيق ده بتاع ربنا بس، محدش يقدر يتدخل فيه، لا مدربين ولا جمهور ولا لعيبه. التوفيق ده من عند ربنا بس، هو اللي بيقدر يحدد ان مين اللي يكسب. ده بالتوفيق. يعني ممكن احنا نروح 10 هجمات ما نجيبش مره واحده لا قدر الله يعني، وهم يروحوا بهجمه واحده يخلصوها. نفس الحكايه العكس، هم ممكن يروحوا ب 10 هجمات ويبقى مننا وفايقين، واحنا بهجمه واحده ممكن نخلص ونضيع اعمالهم كلها. بتمنى يا رب ان ربنا يكون كريمنا والتوفيق يبقى حالتنا زي الماتش بتاع القاهره. التوفيق حالتنا في ماتش هنا في القاهره بشكل كبير جدا. يعني رفيق سيف ضيع انفراد غير عادي كان المفروض يبقى في الجون، وفي نفس الوقت عوضناه بهدف لعماد متعب. فربنا يسهل كده. اي حاجه والله، اي حاجه. انا متوقع ان شاء الله 2-0 المنتخب مصر. ان شاء الله 2-0. انا اولا بس انا عايزه اقول ان شاء الله يعني مستوى التشجيع في السودان مش هيختلف كتير عن التشجيع في مصر، باختلاف ان عدد ان السودان كلها ما تجيش اصلا 45 مليون نسمه، ما يجوش كده يعني. فهناك الاستاد كله 45,000 هيبقى على اخره. السودان بتشجع مصر وهيشجعوا مصر وبلدنا الثانيه يعني. اعتقد يعني ان الماتش بقى مصر هتلعب الماتش ده مش مضغوطه زي ماتش الجزائر هنا في مصر. لان طبعا الجزائر كانت بتلعب هنا في مصر كان قدام 4 فرصه ان هي تخسر وهتصعد، فرصه انها تتعادل وهتصعد، فرصه انها هتكسب وهتصعد، يا اما الفرصه يا اما اننا نكسب فرق هدفين وهنلعب ماتش فيصل. دي كانت الجزائر تلعب على 4 فرص، مصر كان قدامها حلين ما فيش غيرهم، هتكسب يا تكسب فرق 2 يا تكسب فرق 3. الحمد لله ان احنا طبعا كسبنا فرق هدفين وصلنا لماتش فيصل. اتمنى طبعا ان مصر تفوز في الماتش ده، وان الفرصه كده بقت قدامنا بالنص 50% لمصر و50% للجزائر. الاحسن طبعا هو اللي هيفوز، اللي طبعا معاه التوفيق هو اللي هيفوز. ربنا معانا يا رب التوفيق يبقى معانا واحنا اللي نفوز ان شاء الله. هنرجع لك تاني يا رنا وهنشوفك بقى عرفت ايه من اللعيبه ومن الجهاز الفني. انا عارف ان انت كنت عارفه شويه حاجات عنهم قبل السفر للسودان، بس قبل ما نرجع لك هناخد بس راي دينا الفني. شايفه ايه دينا في ماتش مصر والجزائر اللي جاي؟ توقعات الماتش مصر والجزائر الجاي ان شاء الله. شايف المنتخب المصري هيكون احسن، لان هيعود اللعيبه اللي كانت مصابه واخدين انذارات زي حسن عبد الرب ووائل جمعه، فدول اللعيبه هنستفاد منهم جدا. يعني حسن دوت يعني في خط النص جامد. شايفه ان المنتخب الجزائري انا مش اقلل منه خالص، بس شايفه المصري ان شاء الله يكون اسهل شويه لمنتخب مصر، بس الفرصه بتكون 50% و50%. توقعاتي هتكون منتخب مصر يلعب مش تحت ضغط جامد قوي، لان هو خلاص جرب الضغط النفسي ان هو في استاد القاهره، فاللعيبه كلها ما كانتش في حالتها النفسيه، فاظن ان دوت درس اتعلموه كلهم، وهيكونوا هيلعبوا طبعا عندهم امل ان هم يكسبوا اكيد، بس مش هيكون ضغط جامد قوي طبعا بعد تعليمات كابتن حسن شحاته اللي لقاهم اللاعيبه كانت عليها ضغط من الجمهور ومن الماتش والجمهور المصري كله ان احنا لازم نكسب اقل حاجه 2-0، فكان اللعيبه طول الماتش بيفكروا في ان احنا ازاي نكسب 2-0 اقل حاجه او 3-0 او نكسب اي نتيجه تصعدنا او توصلنا للسودان نلعب ماتش فيصل. فاللعيبه هيكون تركيزها اكتر ان هي تكسب الماتش باي نتيجه، مش هيكون تركيزها باكتر من كده. وان شاء الله مصر هتكسب باذن الله، وهتكسب نتيجه كبيره باذن الله ان شاء الله، وربنا يكرم المنتخب كله وحسن شحاته وكل اللي هيروح من الجمهور. انا اخبار طبعا الرئيس مبارك طبعا يعني راعي كرة القدم المصرية وفوق الرياضة المصرية. ارسل تهنئة لكابتن حسن شحاتة باللاعبين الجهاز الفني كله. طبعا كان معاهم قبل الماتش يوم وقال لهم اعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي على ربنا وعلى الجمهور ان شاء الله. كمان معايا خبر بيقول ان الجواوي وكريم حليش مش هيشاركوا في الماتش الجاي. وعلاء طبعا سيد علاء مبارك وسيد جمال مبارك راحوا هنوا اللعيبه بعد الماتش في المدرجات.
غرفه اللاعبين كمان عرفت بقى دي الاخبار اللي هي الموجوده دلوقتي، والاكثر كمان عن سفريه الجزائر، ازاي هيسافر السودان والناس الجمهور هيسافر السودان. الحزب الوطني هيطلع 11 طياره، 11 طياره ب 2000 مشجع مصري، منهم 200 من رابطه المشجعين. كمان وزاره الاعلام هتطلع طيارتين، مصر للطيران هتطلع طيارتين. الشركات الخاصه صدر قرار من وزاره السياحه بان الشركات الخاصه تلغي كل تعاقداتها مع اي حد يعني، عشان ينقلوا المشجعين للسودان. كمان طبعا انا عايزه اقول لكم ان يكفي بس ان كل واحد يجيب الباسبور بتاعه وهو هيسافر السودان، مفيش تاشيره ومفيش اي حاجه. دي اتفاقيه طبعا بيننا وبين السودان، والسودان بلدنا الثاني في الاول وفي الاخر. طبعا اتمنى التوفيق لمصر. لا هو لازم يجيب باسبور طبعا، حاجه كل سنه. ما خدناش بقى رايك الاف الرؤيه الفنيه لماتش الجزائر بقى. وبعد رئيس اقدر اقول حاجه مش هتكلم. انا ان شاء الله خير لمصر وربنا يوفقهم والله. يعني من الناحيه الفنيه بقى يعني انا فعلا برضه اتوقع زي ما دينا قالت بتبقى في ضغوط نفسيه زي الماتش اللي فات، واحنا على ارضنا. رجوع حسني عبد الرب بالتاكيد، رجوع حسني عبد الرب ووائل جمعه بالتاكيد من اول الماتش هتكون حاجه كويسه لمنتخب مصر، لان بيكون متعب لكل المدافعين في اي فريق كده. وربنا يوفق منتخب مصر ان شاء الله، تبقى اكيد ان شاء الله النتيجه لصالحنا ونخرج كلنا في شوارع مصر نبقى فرحانين. في نهايه حلقتنا لا انا بشكر دينا وبشكر رنا اللي هم شرفونا النهارده، عشان احنا استضفناهم وشرفونا جدا النهارده، وبشكرك طبعا يا الاء. المفروض ان احنا هنسمع الاغنيه يا حبيبتي يا مصر، بس نسمعها مع رنا الاول وبعد كده نسمعها معانا يعني. نسمع يا رنا نادي احلى البلاد يا نادي 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 يا نادي 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 يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر سبت الأمل عيون الولاد وصبايا البلد ولسات العمل سهران في البلاد والعزم اتولد ولسات النيل في أحضان الشجر ولا سمع مواويل في ليالي القمر أصله معدل على مصر أصله معدل على مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. ولا شاف العباد عيون الولاد متحدي الزمن ما شاف الرجال السودان وهم بالمثل ولا شاف العناد عيون الولاد متحدي الزمن ولا شاف إصرار بعيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر ولا شاف إصرار بعيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر أصله معاك
يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي